السلام عليكم، إزيكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. أنا يوسف وفي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن حاجة تخص دكاترة الأسنان والعيادات بالتحديد، أكتر ناس في الدنيا ما عندهمش وقت، وهي نقطة صناعة المحتوى. معظم الدكاترة اللي إحنا شُفناهم بنلاقي إن هم عايزين ينزّلوا بوستات وعايزين يتفاعلوا مع الناس، خصوصًا إن حتّة البوستات بتاعة الدكاترة بيكون مش بوست عام، مش حاجة نقدر نقول عليها general شوية، مش بتمشي للأسف بالطريقة دي، فهو بيكون محتار بين أنا مش فاضي وبين إن أنا عايز أنزّل محتوى وأنزّل تفاعل على السوشيال ميديا وهكذا. ففي حل إن شاء الله عملناه يعني هيكون كويس جدًا وهيوفّر لمعظم الدكاترة وقت شوية حلوين، وهي الtool دي. في الأول إحنا كنا بنقترح الAI PRM. الtool دي أو الextension دي كانت بتركب على Chrome أو على أي متصفح عندنا، وبعدها طبعًا هي بتركب كمان على Brave وبتبدأ تدّينا اقتراحات، نختار عايزين marketing، عايزين محتوى، عايزين حاجة تخُص الSEO، نفضل كده نختار شوية حاجات وهي اللي بتدّي الprompt لChatGPT وتطلّع لنا المحتوى اللي إحنا عايزينه. مؤخرًا الtool دي ما بقتش مناسبة أوي، لإن للأسف بقت معظمها مدفوعة، بتجرّب أظن كام مرّة بس في الأول، بعد كده خلاص لازمًا تدفع. هنا الpricing بتاعتها في الشهر عدِّت ال$20، فبرضه يعني ما بقتش أفضل حاجة نوعًا ما، خصوصًا إن هي فيها debugs وفيها تعليقات مش قليلة. طبعًا أنا مش باقلل من الtool لإن AI PRM من أقوى الtools اللي بتركب على ChatGPT في العموم في حتّة المحتوى. بس باقول إن من اللي أنا شُفته لأ، مش مناسبة لناس كتير يعني. فخلّينا نتنقل للtool التانية، custom GPT مخصوص لدكاترة الأسنان. ده إحنا عاملينه إن شاء الله يعني هتكون حاجة ممتازة. ممكن برضه نجرّبه، وبالمناسبة لو أنت عندك أي تعليق في العموم على الGPT ده بالتحديد، ممكن تقول لي في الكومنتات، وهتلاقي إن في update دايمًا بتحصل عليه إن هو يتحسّن وإن هو دايمًا يكون أفضل وأفضل، وطبعًا هتلاقي اللينك بتاعه في الdescription تحت وأول comment كمان. هنا أنا باتعامل إن أنا عادي خالص، أنا مش عارف مثلًا ده إيه، على سبيل المثال باقول له إزيك، عايز أشوف إيه اللي هيحصل. في حاجة كمان من الحاجات اللي برضه حلو إن إحنا نذكرها في الوقت ده، وهو إن الGPT ده متغذي أو مبني على أكتر من مصدر وأكتر من resources للكتب وهكذا، فهتلاقي فعلًا، فعلًا في حاجات كويسة وهتعجبك يعني لمّا تجرّبه وتعتمد عليه إن شاء الله. طبعًا ده for free تمامًا. وخلّينا نكمّل. يقول أهلًا بحضرتك يا دكتور، إحنا قُلنا إن هو بيتعامل معايا اللي هو Clinic Post Pro اسمه، طبعًا هو بيتعامل معايا كدكتور، إحنا قُلنا هو خاص بالعيادات، ممكن بعد كده نبقى نعمل حاجة تانية خاصة بإيه لسه مش محددين، بس برضه ممكن تقترح عليَّ في الكومنتات بإذن الله. هو بيقول لي تحب أناديك بإيه؟ أنا اسمي يوسف، فهاقول له يوسف، نشوف هيقول لي إيه، دكتور يوسف، خلاص بقيت دكتور يعني. وكمان بيقترح عليَّ ممكن نكتب عن إيه أو ممكن نعمل إيه، طبعًا لكل السوشيال ميديا بلا استثناء. بيقول لي عايز بوست تعليمي نكتبه، بوست سؤال وجواب والّا call to action، فكرة فيديو كمان بيقترحها. نفرض إن أنا ما فيش أي حاجة من الكلام ده عاجباني، فممكن أقول له لأ، كل ده مش عاجبني، أنا عايز حاجات تانية. أشوف هيقول لي إيه برضه. تحب البوستات تكون خفيفة، هو هنا عايز يعرف الذوق بتاعي إيه، عشان بعد كده هو يبدأ يقترح على الذوق بتاعي. البوستات تكون إيه، خفيفة، إنسانية أكتر، عايز حاجات فيها تشبيهات، عايز سلسلة معيّنة، سلسلة بوستات مثلًا. أنا بكل بساطة أقول له 3، رقم 3 فقط، مش هنفضل نكتب، نعمل سلسلة بوستات منتظمة وهكذا. وفتح مع نفسه وكمّل وهيبدأ بالسلسلة وكل حاجة يعني. تاني حاجة سلسلة 2 حكايات سنان. طبعًا هو مش شرط رقم 3 اللي إحنا اخترناها، لكن أنا هنا باوضّح إن الGPT ده بالتحديد يعني حقيقي هو ما شاء الله اتدرّب على كمية resources كبيرة جدًا، بقى له فترة مش قليلة تحت التدريب فقط، وإن إحنا نتأكد إن هو هيطلع بصورة ممتازة، وإن شاء الله يعني يكون كده بإذن الله. خلّيك فاكر إن أنت لو عندك أي تعليق عليه، عندك أي حاجة في العموم سيبها لي في الكومنتات، إحنا بنتابع كل الكومنتات أول بأول.
لإن رأيك فعلًا، فعلًا يهمنا. سلسلة 3 وبيسأل تحب نبدأ نكتب سلسلة من دول أو تحب أعدِّل واحدة فيهم على مزاج حضرتك؟ زي ما أنا توقعت هو هنا في الأول خالص كان بيسأل عشان يشوف أنا المزاج أو الذوق بتاعي إيه، عشان يقترح حاجات مناسبة للذوق بتاعي أو على مزاجي دلوقتي. ممكن بعد كده بقى أقول له أي حاجة ونكمّل والدنيا تمشي كويس. زي ما إحنا كنا بنقول إن مجرّد ما أنت هتدوس على اللينك هتلاقي إن الGPT فتح معاك وكل حاجة بقت تمام جدًا. ممكن كمان في هنا شوية مقترحات، محتاج بوست يشرح الفرق بين التنظيف والتبييض، ممكن أروح دايس عليه مرّة واحدة، يكون مناسب على إنستجرام، ممكن أغيّرها أخلّيها فيسبوك، أي حاجة. أهلًا بحضرتك يا دكتور، هو عايز يعرف اسمي الأول، وبعدين بيجهّز الكابشن وبيجهّز كل حاجة. حقيقي لمّا تيجي تقارن بين GPT زي ده وبين AIBRM هتلاقي إن لأ، في فرق كبير، أمّا هتلاقي إن الدنيا فيها كويسة زي ما قُلنا، ولكن هي حاجة عامة وشاملة وكبيرة جدًا، في ظِل إن الGPT ده مخصص ومُدرّب بالتحديد على الحاجات اللي تخُص دكاترة الأسنان، فما تنساش تجرّب الGPT ده على قد ما تقدر، شوف هتوصل معاه لإيه، هو في كمية resources أنا قُلتها مرّة و2 وكتير، بس فعلًا هو في كمية resources كتير جدًا، جدًا، فأنت شوف هتوصل معاه لحد فين. وما تنساش إن أنت تقول لي رأيك، وهتلاقي زي ما قُلنا اسمه تحت باللينك بتاعه Clinic Post Pro، وأشوفك الفيديو الجاي. سلام.